ازيكم؟ مرحبا بيكم في فيديو جديد من قناة نورمال عمر، ومعاكم عمر. وده بإذن الله يكون فيديو جديد من لعبة اي اف سي 24 موبايل. وبإذن الله ده يكون الحلقة التانية من سلسلة من الصفر. وبإذن الله عايزين نوصل تشكيلة لأعلى اوفر في اللعبة. تسريح النجم ببلاش، كل اللعبة كل اللاعبين اللي في اللعبة. فتسريح النجم ده هتكسب منه 1500 فيفا بوينت أو 1800 تقريبا. كل ال 1500 دول شيلهم لآخر اللعبة. استنى بيهم اللعيبة اللي هما بينتقلوا معانا للسنة الجاية، واشتري بيهم اللعيبة دي او افتح عليهم، عشان الفيفا بوينت دي هتكون نادرة. او قصدي هتكون ما اكيد انت بني ادم ما بتحبش الشحن، فاكيد مش هتشتريه. فانصحك اعمل زي ما بقول لك كده، اللي هو شيلهم معاك لاخر اللعبه. انا بفكر اعمل كده صراحه، بس بنسبه 100 بنسبه 50 ل 50 ممكن اعملها او لا، او ممكن لا. فدلوقتي يلا بينا نخش على محتوى الفيديو. مبدئيا جمعت 10560 جوهره. الجوهره انا بتجمع سهل اوي، وبالذات لان احنا في بدايه اللعبه. فانا هبدا افتح بيهم على الباكه دي، على امل يطلع لي ماتيوس او زيدان حتى، او دي بروين. اي واحد ايكون، اي ايكون انا راضي. فيلا بينا نفتح اول باكه. مبدئيا انا ممكن افتح كام باكه؟ انا ممكن افتح 5 باكات مع بعض، بس فاحنا نفتح 3 باكات، بعدين نفتح 5. ويا رب يطلع لنا حظ يكون حلو كده، ويطلع لنا لعبة ايكون. يلا بينا اول باكة. حظ زي الزفت. الباكة التانية. يلا بينا على طول. مين جاي؟ مين جاي التشكيلة؟ والله يا جماعة حظ وحش اوي. اللاعب اللي بعده دي التالتة، وخلاص هنفتح بقى 5 باكات، قصدي مش 10 مين. حظ زي الزفت برضه. ويلا بينا نخبط بقى ال5 باكات مرة واحدة. ما ينفعش، لازم افتح 2 كمان بس. فيلا بينا نفتحهم مع بعض. ويلا بينا اول باكتين نفتحهم مع بعض في اللعبة. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. لعيبة زي الزفت. عادي يا جماعة، عادي عادي. نخش هنا ندور بقى على الباكات التانية، في المؤسسون مثلا. والله يا جماعة نفسي يطلع لي بوبا شارلتون. الموصى بيه خلصناها خلاص. طب تعالى، مفيش اي حاجة حرفيا يا جماعة ممكن نعمل بيها. خلصنا باكات خالص. فصرفت الجوائز بتاعتي في الباكات زي ما انتوا شفتوا. خلاص وصلنا لحد الاقصى ليك، اللي انت في اليوم تفتحهم 5 باكات بس. فيلا بينا نطلع، خلاص خلصنا الباكات فعلا. وبالمره اوريكم التشكيله. لا بطلت نادي بقى، بطلت نادي بقى يا علي. شوية ما لا ما تجيش تاني يا بيبو، ما تجيش. مبدئيا لسه داخل على شهر اتنين، اكتشفت ان انا معايا باكه من 80 ل 89. فالباكه دي حلوه جدا، فالاول نستلم بس 200 جوهره بالمره. ويلا بينا نفتح اقوى باكة افتحها دلوقتي. اقوى باكة فتحتها لحد دلوقتي في اللعبة. ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده المفروض يطلع زي ما قلت لكم، المفروض يطلع فين؟ اسباني، السي بي، برشلونة. مين حضرتك؟ حلو 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 جدا كمان، عشان الدفاع بتاعي تعبان قوي. يلا بينا نخش نحطه في التشكيلة. اللاعب ده حلو جدا، وبالمرة اوريكم التشكيلة بتاعتي. مبدئيا التشكيلة بتاعتي حرفيا كانت زبالة اهو. وهنا المبادلة، نجيب ال بي ده، ننزل بدل الكوين ده. تمام كده. بص التشكيلة بتاعتي بقت أقوى. نبدل السي بي ده، لأنه سي بي ما ينفعش يقف هنا أصلا. فنحط بداله، مش عارف صراحة أحط بدل، مفيش أي كان أحط بداله. نقطة مضاعف في المركز. عنديش أصلا ار بي في اللعب أهو. في ار بي اسماعيلي ده، ولا مش عارف اسمه ايه. اهو كده التمرين بقى كده. التشكيله بتاعتي بقت مظبوطه كده. وطبعا انا بحاول افتح السوق بقالي وقت كتير قاعد بلعب، بس مش عارف اوصل ليفل 10 خالص. مفيش حاجه بتكسبك ليفلات اصلا في اللعبه، مش عارف ليه. ونلعب بقى في الديفيجن ريفلز، او وجه لوجه على طول. مبدأ انا وصلت هاو 2، مش عارف ليه، مش عارف اصعد خالص. نفسي اعرف الناس دول وصل ليفل 14 و13 ازاي يعني. انا حرفيا بقالي كتير بلعب مش عارف اوصل. الناس دي امبارح كانت كلها محترف، دلوقتي وصلوا عالمي. فيلا بقى نصنف على طول، ويلا بنخش في اول ماتش عشان نسرع لكم برضو في الوقت، ما ناخدش من وقت الفيديو. آه و-
وده اول خصم معانا. هجوم 71، وسط 74، دفاع 73. انا اقوى منه في كل حاجه، والمدافع اللي انا جبته على شويه في الدفاع. فيلا بينا نخش على طول قدام الولا، واوريكم برضو شويه حاجات كده، واقول لكم شويه حركات مهاره ايه اللي افضل في اللعبه حاليا. مبدئيا اول حركه مهاره لسه كانت موجوده السنه اللي فاتت، بتعملها من طريقه التسديده الوهميه، الا وهي اللي انت كنت تسحب لليمين، تسحب زرار التسديد، زرار الحركه اليمين كان بيعملها لك. فالحركه المهاره دي حاليا اتعملوا حركه مهاره وممكن تعملها عشان يغيرها من هناك. وبرضه بلوش السنتر يا جماعه بالمره اوريلكم، مش السنتر لسه شغال عادي، بس لازم تظبطي يعني زي كده اهو. فين عايزين على الست اللعبة شوية، شوية الست عادي، هظبطه بإذن الله في المنتج، هحاول أعمله. شوف اللعبة عالية أوي بصراحة، أنا نرجع لسه نستوعب ده. طبعا أنا في شوية وطيت التليفون بتاعي شوية، بس ما طيتش صوت المايك أو حاجة. مبدئيا الولد ده شكله كمبيوتر مش شكله لاعب أصلا، فده وقعنا في الفخ. مبدئيا الباور شوت السنة دي أول باور شوت بإذن، هي أول لعبة أصلا أول مرة يضيفوها ففي الموبايل، أي نعم. بس الباور شوت بقى السنة دي بإذن الله، عشان السنين الجاية يكون معانا باور شوت بإذن الله. الباور شوت وحشة لجيدة يعني، الباور شوت ولا حلوة ولا وحشة. فصراحة يعني لو انت بتلعب بيها أول ما تعتمدش عليها زي دلوقتي كده، بص مثلا الباور قليل وبشوطها تحت، ممكن باور قليل فجأة يشوطها لك فوق، فما تتعودش عليها. تحاول تتعلم عليها وبس، وشوف ممكن تعمل بيها ايه. فدلوقتي طلع فعلا كمبيوتر يا جماعة، فمعلش الحتة دي هشيلها لكم كلها في المونتاج وبس كده. رجعت لكم دلوقتي طبعا بعد ما خلصت الماتش، وحابب اقول لكم حاجه واحده، لان انا الماتش اللي عرضت لكم اللي فاتت اي نعم كان ضد الكمبيوتر، بس كنت عايز اوصل لكم منه رساله. هو ان اكتشفت جليتش ظريف كده. هو انت كل ما درست اللعبه تقريبا في مستويات الهاوي كلها، ده لو عايز تخطاها بسرعه ومش عايز تلعب ناس حقيقيه وتخسر منهم، عن طريق اللي انت درست اللعبه وتخش هتلعب كمبيوتر وتسجل على الاجوان اللي انت عاوزه. زي ما انت شفت المره اللي فاتت كان سهل جدا ان انا اجيب عليه جوان، فممكن تستمتع عليه بقى وتجرب كل اللي انت عاوزه ويكون في ماتش وجها لوجه. فده الجليتش. وبرضه حابب اقول لكم حاجه، ان حركه المره اللي بقول لكم عليها لسه شغاله بس من تسديد التمويه مش من تسديد تاني. وحابب برضه اجرب بحركه المهاره معاكم، واخش هنا، اخش فين هنا تقريبا، ايوه، واخش في تعديل الفريق، اخش في حركات المهاره وتسديدات التمويه، قوس قزح 5 4، ازاي يعني؟ تغيير المسار برضه 4، 4 ماشي. آه في حركة مهارة عايز اجربها بدل قوس قزح، عشان قوس قزح مش كل الناس بتعمل، مش كل اللعيبة اللي عندي بتعملها. الاستيكو ما عنديش اي حد بيعملها، اللي هي نقرة من كعب، لا، رفع بالكعب. تعالوا تأكدوا هي بس، لا، تمويه والخروج. لكن أنا والله مش لاقيها خالص. اي هي دي، هي دي الحركة المهارة اللي قصدي عليها. وهتفهموا لي دلوقتي وانا بلعب في الماتش بقى جن وجه لوجه. ويلا بينا على طول نلعب بقى ناس حقيقية على طول. بين على الخصم الاول معانا في الفيديو، هو هجوم التاني معايا في الفيديو قصدي، 67 هجوم، 70 وسط، 68 دفاع. شاكك والله لا يكون كمبيوتر برضو، شاكك والله، حاسس والله يا جماعه هطلع من الجيم بقى، كفايه خلاص كفايه ايه بقى، حرام. كمبيوتر يا جماعه. الولد طلع كمبيوتر، تعال نتاكد برضو منه اللي هو كمبيوتر ولا لا. كمبيوتر. انا هقعد بقى نعمله كده في اي سبورت. طب يا جماعه معلش بقى، انا هنطلع بقى من الماتش كده كلنا زي الشطار، ورجعت لكم دلوقتي بعد ما طلعت من الجيم. يا رب بقى لعبه تفهم بقى شويه وتدخلنا ضد ناس حقيقيه، اصل انا كرهت صراحه، اصل انا مش عمري ما هعرف اطلع هاوي واحد من غير طول ما هي كده المباراه جاريه. فشيت صراحه، فهضطر ان الفيديو صراحه انا مش هستنى كتير كده. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم حطوا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. ومش هطول عليكم في الفيديو الجاي، ولو الفيديو ده برضو ما عجبكوش حط ديسلايك عادي اللي انت عاوزه يا صاحبي. فاتمنى يكون الفيديو برضو عجبكم، متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتعليق، وبرد على كل التعليقات حتى لو اتبعتت بعد شهر.
فاشوفكم فيديو جاي ومع السلامة.